السلام عليكم ورحمة الله. الأهلي يفوز بثنائية نظيفة على الاتحاد السكندري ويسبق على بعد نقطتين فقط من لقب الدوري بشكل رسمي. الأهلي يدخل مباراة القمة بكامل نجومه بعد تلاشي جميع الإنذار الثالث الذي كان يهدد 6 لاعبين. محمد رضا بوبو يؤكد للمقربين إنه سيكون لاعبا في الأهلي الموسم المقبل، وإن مفاوضاتنا دي مع الأهلي وصلت لمرحلة الحسم. مارسيل كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة لمدة 48 ساعة الالتقاط بعد الأنفاس بعد معسكر طويل بالإسكندرية قبل بدء الاستعدادات لمباراة القمة. في ضربة قوية للأبيض، أحمد سيد زيزو يتعرض للإصابة خلال مباراة فيوتشر ويغادر المباراة قبل أيام قليلة من مباراة القمة. لويس ميكوسوني يتمسك بالحصول على 800 ألف دولار قيمة الموسمين المتبقيين في عقده مع الأهلي، ويرفض الخروج للإعارة مجددا أو الحلول الودية. أحمد شوبير رغبة إمام عاشور هي الانضمام للأهلي، واللاعب يقترب من الأهلي أكثر من أي وقت مضى. اليوم جلسة تصوير تيشيرت الأهلي الجديد، وستتواجد عليه عبارة نادي القرن الأفريقي. بعد خسارة منتخب مصر نهائي أفريقيا للشباب، حمزة علاء أفضل حارس في البطولة، إبراهيم عادل أفضل لاعب في البطولة. مصدر من الأهلي أليو ديانج ينهي أزمته مع وكيله السابق بعد الغرامة الذي وقعت على اللاعب من قبل الفيفا. بتكليف من كولر، محلل أداء الأهلي يجهز تقرير مفصل عن آخر 5 مباريات للزمالك وغيابات الفريق الأبيض لدراسته قبل مباراة القمة، ووضع أفضل طريقة ممكنة لتحقيق الفوز. الزمالك يرفض مناقشة العروض الأوروبية لضم زيزو ويتمسك بخدمات اللاعب. أحمد فتوح يشترط حصوله على كل مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك قبل فتح مفاوضات التجديد معه، بعدما تسبب في خروج الفريق من دوري الأبطال والخروج أيضا من البطولة العربية. الهلال السوداني يقرر الاستغناء عن أطهر الطاهر لاعب الفريق. هناك اهتمام كبير من اتحاد جدة السعودي والهلال أيضا بضم محمود حسن تريزيجيه من طرابزون التركي. الصحافة السعودية: أهل جدة يتمم التعاقد مع رياض محرز للانضمام للفريق حتى 2025. مارسيل كولر في رسالة للمسؤولين في مصر قبل مباراة القمة: أتمنى أن تملأ الجماهير المدرجات بالكامل في مباراة الزمالك. رسالتي للمسؤولين: اسمحوا للجماهير بالعودة مجددا. من المؤسف أن نلعب اليوم ضد الاتحاد السكندري في استاد بهذا الحجم بحضور 2000 مشجع فقط. الكرة تلعب لأجل الجماهير، والجمهور المصري دائما يخرج بشكل جميل ومشرف، ولا أرى سبب لعدم تواجدهم بكثافة في المباريات. الأهلي يقرر فتح ملف تجديد قفشة وبرسيتاو بعد حسم الدوري، ويؤكد أن قفشة لم يصل عروض حتى هذه اللحظة، ولكن إذا وصلته عروض جيدة قد يوافق النادي على خروجه لمدة موسم الإعارة إلى أحد الدوريات الخليجية. الصفاقسي بقيادة حسام البدري يقسي على الهلال السوداني بنتيجة 2-0 في البطولة العربية ويتأهل لدور المجموعات. رسميا اعتزال فيكتور جوميز التحكيم وتعيينه نائبا لرئيس لجنة الحكام بالكاف. مصدر بالكاف يعلن تحديد يوم 1 سبتمبر كموعد مبدئي لإقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري. وبيراميدز يقترب لتجديد أحمد فتحي لمدة موسم للحفاظ على اللاعب. مانشستر يونايتد يحسم صفقة أونانا لتعويض ديخيا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.